آدم أمين عبد الحي، طالب في سنة رابعة بكلية الآداب قسم اجتماع جامعة القاهرة. بتعمل قصائق دليفري لتوصيل الطلبات للمنازل. السن 28 سنة ومقيم في بولاق أبو العلا. آدم، أنت متهم بقتل شخص أمريكاني على أرض مصرية وسرقته والانتساب لجماعة إرهابية دولية. إيه رأيك في الكلام ده يا آدم؟ باشا الكلام اللي حضرتك قلته ده ما فيهوش حاجة صح غير بياناتي وان انا قتلت فعلا. يعني انت يا ادم بتعترف بقتل الامريكاني؟ لا يا باشا بعترف، بس هو اللي كان عايز يقتلني الاول وانا كنت بدافع عن نفسي. يعني هو كان عايز يقتلك وانت كنت بتدافع عن نفسك؟ ده على اساس يروح امك ان احنا لقينا جثته مرميه في الحمام بتاع بيتكم، كان بالكبانيه؟ لا يا باشا، على اساس انكم لقيتوا جثته جنب دولاب السلاح بتاعه في فيلته. ايه اللي وداك هناك؟ كنت بوصل طلب. طلب ايه؟ بيتزا. الكلام ده كان حوالي الساعة كام؟ 8:30. كنت فين قبلها؟ المحل. ادم انت متعود تلبس ساعة؟ لا يا باشا. امال عرفت انها 8:30 منين؟ من الميعاد المكتوب في الاوردر. بقالك قد ايه بتشتغل في المطعم؟ اسبوع يا باشا. وقبل كده كنت بتشتغل فين؟ في محل اسمه طلبة كبابجي. وسبته ليه؟ عشان صاحب المحل اشتغل. ريتشارد هو اللي فتح لك لما وديت الاوردر؟ لا يا باشا. امال عرفت منين ان الامريكاني اسمه ريتشارد؟ من الجرايد والتلفزيون. امال مين اللي فتح لك؟ سمعتش يا باشا. مين اللي فتح لك؟ الباب كان مفتوح. كان في حد معاه جوه؟ كان في حد معاه جوه؟ لا يا باشا، كان لوحده. تجسي علينا ولا ايه؟ فاكرنا عيال صغيره؟ ده انت كلب مالكش ديه، تربيه مرتشي ابن 60 كلب. والبركة يا باشا في اللي خلونا كلاب ملهاش دية مرتشيين، واللي خلوا ابن كلب زي سعادتك يعمل فينا كده. حياة امك يا ادم يا عبد الحي، لعلك واخليك عبر كل من يفكر يقف في وش النظام. ادم انت كنت بتعترف انك انت قتلت؟ من فضلك اطلع بره.